جلاب الزيلو يا اخي والله يعني احنا فشلنا لاول مره فشلنا في التاريخ انه ما قدرنا ندور حرب ما بين الزغاوه والجنجويد عشان ناخذ راحتنا هنا في شنو في الشمال. بل يا صاحبي ما بأي راحه لك بل جنجويد ماشي ليش ناس شمال ناس شندي بل والله بلوا اكثر ناس عنصريين على مستوى على تاريخ السودان هم الناس اللي قاعده في شنو الناس اللي قاعدين في مدن. والله اقسم بالله اكثر ناس عنصريين في السودان، اكثر ناس كانوا في السلطه وكانوا عنصريين وبدأوا تشريعات عنصريه من اجل انه مواطن كده موجود في غرب السودان ولا في كردفان ما يتقدم. ديل كانوا ناس شندي بلوا. شندي دي مش نفس الحته ذاتها اللي برهان بيجيب وبرفع عصايته بيقول علينا حكام ونحكي الكلام ده بعد الثوره ب3 سنوات. شوف الزول ده عينه قويه كده. ها هناك بيكبروا ناس شندي مش كانوا كبروا قال الله اكبر نعم علينا حكام نحكم البلد. ضل يا جنجويد من ناس شندي. والله يا جنجويد لو بليتوا ناس شندي انا بديكم كتيبه كامله من مليون جندي هديه لكم. يبقوا جنجويد معاكم يمشي بس نكرههم ضغط عن معاكم يمشي لكم. بلنا ناس شندي دي ناس عنصريين، ناس عنصريين ووصلونا المرحله دي الا عنصريه. العنصريه دي هي اللي وصلتنا المرحله اللي حسيت فيها فقدنا فيها الدوله وفقدنا فيها بتاع في ميليشيا وبتاع. وصلونا ناس شندي ناس شمال دي جلاب العنصريين دي. احنا والله كلامنا ده بنقوله وما نتناسى. احنا كلامنا ده ما نابع عن العواطف، ما نابع من عواطف انه يا اخي احنا والله 1 و2 و3 ونكره فلان. ما نكره اي زول، نكره المجرمين. مجرمين الوضع تشريعات جابوا لنا الجنجويد الليله وصلونا المرحله دي. ناس دارفور 20 سنه، ناس دارفور 20 سنه عايشه في الغربات، 20 سنه في دارفور ناس عايشه في الغربات جلابه كانوا مبسوطين. ما كانوا عندهم مشكله على فكره. بغنوا في حتاتهم بينجلدوا مع بعض. ما شغالين بينا يا زول. بيرسلوا الدم لغزه، بيرسلوا الدم لفلسطين، بيرسلوا الدم لاسرائيل، بيرسلوا الدم لبرازيل، بيرسلوا الدم لفلبين، بيرسلوا الدم لكينيا. ما عندهم بينا شغل، مرتاحين امورهم ظابطه. يالهم بدرسوا في الجامعات وهم ممتازين في حته بتغنوا يا اخي المصالح الشخصيه، ممتازين شديد مرتاحين ما عندهم مشكله. بعد ده كله بعد 20 سنه من العذاب واهانه الحاجات اللي لاقيها الانسان الموجود في غرب السودان داري يلزوا حرب لغرب السودان. الحرب داري يلزوها لغرب السودان، داري يلزوها لدارفور هناك عشان الناس دارفور تتماوت. ما لقيتوا بعد ما مني منها وقال ترانا من الحياه انتوا نازل لقيتوا تشتغلوا شغل كده. طب بغنوا لزغاوه بيقولوا زغاوه وشنو زغاوه حلاوه كرين زغاوه شنو بتاع. عارفين انه ناس شجعان داري يدخلوهم مع الجنجويد في معركه. عارفين انه من ده عنده اكثر من كم الف عربيه وكلهم مليان ناس شجعان داري يدخلوا مع الجنجويد المعركه عشان ياخذوا راحتهم في الشمال. بلا زغاوه حلاوه، بلا زغاوه بتيغ، بلا زغاوه بايمه يا زول. بالبستان تنبل في شمال، بالجنجويد يبلوك في مدني، يبلوك في شندي، يبلوك في قرارب. تتبل بس حقد بتاعكم وكراهيتكم وحسدكم لنا نحن كابناء دارفور. والله اقسم بالله موضوع ده نلحق حده مع الجنجويد يبلوكم. خليه يبلوكم لانكم عنصريين. مش عملتوا حملات واسعه لابناء دارفور في كل ولايات الشماليه عشان تقبضوهم. تقول لنا خلايا نايمه تقبضون بالذريات انه هم خلايا نايمه طايره على دعم السريع. ناس دعم السريع ما محتاجين يندسوا،